وقيل إذا كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها وإلا فلا. أهلا وسهلا إخواني، لنستمع للشيخ عبد الله رشدي وهو يكذب ويدلس ليخفي حقيقة ما قاله عن شروط دخول الصغيرة في الإسلام في مناظرة شهيرة مع إسلام بحيري، وذلك في معرض رده على الصحفية فاطمة نعوت التي قالت التالي. لنستمع. اللي يقول لك ما دام البنت مربربه كده، انا اسفه ده معجم ومش معجمي طبعا خالص، الناس عارفه معجمي، لكن انا بستخدم معجم وانقل عنه ما يقول حرفا. صحيح ما قالته وما نقلته عنه السيدة فاطمة نعوت، وبالفعل الشيخ عبد الله رشدي قال أن البنت السمينة يدخل بها وإن كانت صغيرة في السن، وسأعرض على حضرتكم الفيديو الذي قال فيه بأن البنت السمينة الجسيمة يدخل بها وإن كانت صغيرة في السن. نتابع. أنت لم تنقلي عني شيئا مما أقوله، أنت تؤلفين ولديك هوس بالكذب وتنسبين إلى الناس ما لم يقولوه، لم تنقلي عني كلامي حرفيا. ثم أن السيدة فاطمة نعوت استعملت لفظة مربربة، وفي الفيديو الذي سنشاهده استعمل الشيخ لفظتي سمينة وجسيمة، وبما أنها قالت أنقل عنه حرفا استغل هذا الكلام واستعمل التورية والمعارض، حيث قال لم تنقلي عني كلامي حرفيا. هنا يقصد الكلام حرفيا، هو يقصد الكلام حرفيا ولا يقصد المعنى، لأنها هي قالت بالحرف مربربة وهو قال بالحرف سمينة وجسيمة، فهذه هي التورية والمعارض للذي لا يعرفها، وهي مسموح بها في الإسلام. نتابع. وأنا لم أقل ذلك ولا معجمي ولا معجمك. كما لاحظتم هو يقصد بكلامه لم أقل ذلك ردا على حرفية كلمة مربربة، ويستغل كذلك قولها هذا معجم مش معجمي، ويرد على الجملة ولم يتطرق للمعنى. نتابع. ده من خيالاتك وأنا مش مسؤول عن خيالاتك، أنا بس هوري الناس اللي بيتابعوكي أو الناس اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي قد إيه أنتوا اللي متسمين بالتنويريين ما عندكمش دقة. هو يقول أنتم التنويريون ما عندكمش دقة، فكلمة التنوير وعدم الدقة كلمتان لا يركبان على بعضهما، فكلمة تنويري هي مدح وليس الذم، وضدها ظلامي ورجعي وحتى متخلف. نتابع. وعندكم كذب وبتستحلوا ان انتوا تلفقوا للناس كلام هم ما قالوش، وبتستحلوا ان انتوا تكذبوا على الناس، حاجه غريبه جدا. بس خلينا نكمل وافرجكم على ايه، على يعني شويه حاجات كده حلوه نضحك عليها النهارده مع بعض. تبقى مربربه كده وتحتمل الوطء. شوف بتقول لك تبقى مربربه كده، حد فيكم في الدنيا سمعني قلت الكلام ده؟ أنت تكذبين، أنت إنسانة غير صادقة، أنت في كلامك عني هذا قد كذبت علي، أنا عمري في حياتي ما قلت كده نهائيا. لا قلت هذا يا شيخ، والآن سنسمع الفيديو. هما وليها وزوجها. السؤال هنا كيف سيعرفان أنها قادرة على الدخول؟ طبعا حسب قول الشيخ إذا كانت سمينة وجسيمة، وسنسمع كيف سيرد السيد إسلام بحيري على هذا الكلام. نتابع. إلى أن قال وقال مالك وأبو حنيفة وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن وهذا هو الصحيح. يقول الشيخ ولا يضبط بسن وهذا هو الصحيح، يعني نفرض على كل بنت وإن كانت صغيرة أن يدخل بها وفي أي سن إذا قرر وليها وزوجها أنها قادرة على الجماع. نتابع. إذن في فرق بين عملية العقد والتزويج وبين الاغتصاب اللي بيقوله الأستاذ الإسلام بحيري إنه مش موجود، وإنه فقهاءنا اللي أجمعوا على جواز الزواج قالوا بس بشرط ما يستلمهاش ولا يدخل بها إلا ما تكون تطيق عرفا، عندها القدرة النفسية والجسدية على طاقة النكاح. لاحظوا معي أنه قال القدرة النفسية لطفلة صغيرة. كيف تكون القدرة النفسية لطفلة صغيرة؟ أو كيف تكون الحالة النفسية لطفلة صغيرة يجامعها رجل وهي لا تعرف ما يفعل بها؟ أليس هذا يسمى اعتداء جسدي على طفل قاصر؟ نتابع. الإمام ابن نجيم بيقول إيه؟ واختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة، فقيل لا يدخل بها ما لم تبلغ، وقيل يدخل بها إذا بلغت 9 سنين، وقيل إذا كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها وإلا فلا. نعم إذا كانت ماذا؟ وقيل إذا كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها وإلا فلا. وقيل إذا كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها وإلا فلا. إذن الشيخ الفاضل عبد الله رشدي لم يقل حرفيا كلمة مربربة كما افترضت عليه الصحفية فاطمة نعوت، فهو قال شيء عالي نقله عن فقهائه الذي يؤمن بهم، فلم يقل إلا كلمة عادية، قال لأنها سمينة وجسيمة وتطيق الجماع، فلم يقل إلا كلمة عادية، قال بكل بساطة لأنها سمينة وجسيمة وتطيق الجماع،
فالسمنة كما يعرف الكل، وهذه حالة ضرورية وهي شرط أساسي في تحمل الجماع، وهذا معروف في عرف هذا الشيخ وأمثاله. ولكن الذي ليس معروف هو لماذا، وأقوله بكل أمانة وبكل مرارة، لماذا بعض الشيوخ من أمثال عبد الله رشدي وصلوا إلى هذا الحد من التدني والانحطاط حتى يقرروا ويدافعوا عن هذه الأفعال المشينة؟ كيف لرجل بالغ أن يجامع فتاة صغيرة لا تفهم أي شيء في المعاشرة الحميمية ويبيح لنفسه هذا الشيء القبيح، لا لشيء إلا لأنها سمينة، ويخرج علنا هذا الشيخ النكر بتأييد هذا الفعل الذي نسميه نحن بالاغتصاب؟ فهذا فعل اغتصاب واغتصاب صريح. نتابع. استمعوا إخواني جيدين لرد السيد إسلام بحيري على ما قاله الشيخ عبد الله رشدي، كلام في الصميم وكلام متزن. نتابع. بص بقى، لا ده رد عندي. بص بقى، اولا هو ما انكرش ان ده اجماع، بس قال ايه؟ قال عندما تطيق الوطء. تخيل ناس بتقول تطيق الوطء بلا حيض. طب ما العلامه اللي ربنا عملها تستناها، ده بيقول لك تطيق الوطء والسمينه. يعني بص، اما تبلغ، بص الثلاث شروط اللي هو قالهم في الاخر ادان نفسه. بيقول ايه بقى العلماء بتوعه؟ قال اما تبلغ، ودي العلامه اللي ربنا قالها حتى اذا بلغوا النكاح. اسمعني يا استاذ اسامه. او تبلغ 9 سنين عندهم، او الثالثه بقى ايه؟ فلو كانت سمينه، تخيل بنت عندها 5 سنين بس جسمها زي ما بيقولوا ناضج بدري، يدخل بها قبل الحيض وبيبيحوه والاستاذ بيدافع. هذا فقه العفن واجماع العفن. هل الراي ده دين؟ انك تشوف البنت تخينه تدخل بيها؟ تمام. يا نهار اسود. لكن الموضوع لا تحتمل. تعرف يعني لا تحتمل دي؟ يعني هم بيقيسوا الاحتمال مش بس بالسمنه، بالنظر كده. فقال لا يضبط بسن. وتخيل يعني ايه لا يضبط بسن، رغم ان القرآن نفسه قال حتى إذا بلغوا النكاح. يعني ايه الكلمة دي في القرآن؟ النكاح بلوغه هو البلوغ الحيض. ولذلك الآية أصلا لا لم يحضن ليس معناها البنت الصغيرة أصلا، هي ست ناضجة لكن لم يأتي لا حيض أبدا، عندها 20 سنة ما جالهاش حيض فتزوج. فلو شكوا في استبراء الرحم بعد ما تطلق فقال تتعدى عليها 3 شهور. هذا الذي نفهمه من القرآن نزل من إله، مش بنت عشان سمينة أخدها وأغتصبها وهي لا تدري. طب بالراحه بس، بالراحه. عارف اللي انا قلت لك الفصل اللي فات بيقول لك ايه؟ وليس هناك حاجه لاذنها فهي صغيره. تروح للراجل زي الحديث اللي في الترمذي عن السيده عائشه، غير بقى بيوازي مشاهد ومتابعات البخاري. بيقول لك ايه؟ هي بتقول وكنت العب بالبنات، طبعا هي لم تقل كنت العب بالبنات اللي هي العرايس فادخلنني عليه ولم ادري شيئا. تخيل بتتكلم ان ليله الدخله ما كانتش عارفه حاجه وبتلعب بالعرايس. هل هذا وصف يليق بالإنسانية أصلا، فضلا على أنه نبي على خلق عظيم؟ إذا سمعنا لما قال السيد إسلام بحيري وهو يستنكر باستغراب الدخول بالصغيرة لأنها سمينة وقبل أن تبلغ، كما استغرب بشدة من مقياس ضبط الصغيرة التي تحتمل أو لا تحتمل الوطأ بالنظر فقط، ومن طرف كما قلنا سالفا الوالي عليها وزوجها، وهذا والله عجيب وغريب. إذا نعود إلى الفيديو الأول. الناس حاجة غريبة جدا، بس خلينا نكمل وافرجكم على ايه، على يعني شوية حاجات كده حلوة نضحك عليها النهاردة مع بعض. تبقى مربربه كده وتحتمل الوطء. شوف بتقول لك تبقى مربربة كده. حد فيكم في الدنيا سمعني قلت الكلام ده؟ أنت تكذبين، أنت إنسانة غير صادقة، أنت في كلامك عني هذا قد كذبت علي. أنا عمري في حياتي ما قلت كده نهائيا. روحي شوفي مين اللي قال كده، وأحب إن هو ينسب الكلام ده إلي زورا وكذبا وبهتانا. فأنت الظاهر مش مركزة ومش عارفة أنت بتنقلي كلام مين. فالمربربة دي ما أعرفش هي منشو فيها، الله أعلم. أنت أدرى بقى بالربربة والقصص دي. هنا يستعمل التولية والمعارف كما قلنا، فهو يركز على كلمة مربربة حرفيا وليس معنى، وهذا كما قلنا مسموح به في الإسلام. نتابع. بتقول لها بقى أنت عارفة يعني إيه الوطء ده؟ أما نشوف. انت عارفه الوطء دي اللي هي ايه؟ الدوس. تقولي وطأت الارض بقدمي. كما لاحظنا الضحكة هنا مصطنعة نتيجة للمأزق الذي وقع فيه الشيخ. أما بالنسبة لكلمة وطأ فصحيح معناها هي الدوس برجل وبقوة، لكن الشيوخ يستعملوها في التعبير عن العلاقة الحميمية. تصوروا أن الناس جميعا يسمونها علاقة حميمية، يعني بشكل حميمي بين المرأة والرجل، وهو يعبر عنها ويدافع عن تعبيره بأن الرجل يدوس المرأة. مش هذا شيء غريب الذي يدافع عنه الشيخ؟ نتابع. بتفسر لها الوطء ان هو يدوس، يعني لما في معاجم اللغة العربية المصيبة ان دي بتسمي نفسها أديبة وكاتبة، ولا تدري ان الوطء يستخدم في لغة العرب للعلاقة الزوجية. أولا السيدة فاطمة نعود صحفية ومقتدرة. ثانيا حتى ولو عبر عن الزواج بهذه الكلمة فهذا لا يليق، لا يمكن أن تكون علاقة حميمية وفيها دوس.
هذا مستحيل. نتابع. يلا يا جماعه انا قدام حضراتكم اهو، هاتولي فيديوهاتي من ساعه ما انا ربنا خلقني للنهارده. لو لقيتوني بقول او بحث الناس على ان البنت، او بقول ان البنت المربربه كده التخينه ما شاء الله تتجوز، حتى لو كانت عيله عندها 3 سنين 4 سنين وتحتمل العلاقه الزوجيه فنجوزها النهارده، لو انا قلت الكلام ده اتحاسب عليه. حاضر، استمع. لو عندك ضمير هو الذي سيحاسبك. وقيل إذا كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها وإلا فلا. استمعت؟ نتابع. أنا مؤمن بأن الإسلام هو الحقيقة المطلقة، لا أؤمن بأن دين آخر يوصل إلى الله غير الإسلام، لكن هذا لا يدفعني إلى أن أنا أحتقر أو أطلع أسب واشتم النصرانية والنصارى واليهود والبوذيين، لا، ربنا سبحانه وتعالى حرم ذلك. نتناقش وكل واحد يقول رأيه وأقول أنا بعتقد إيه وأنا شايف نفس الصح وغيره شايف نفسه الصح، ولكن بدون ما نقل أدبنا ونسف على بعض. متأكد يا شيخ لم تسب النصارى والنصرانيين واليهود لأن الله حرم ذلك؟ استمع جيدا وانتبه، استمع جيدا. هل حضرتك قلت المسيحيين كفار؟ نعم، قلت المسيحيين كفار وكل من لقي الله على غير الإسلام كافر. بدون تعليق. ونكتفي بهذا القدر إخواني، وأعتقد أنني حاولت أن أكشف بعض مناورات هذا الشيخ، وحذاري ثم حذاري. استعمل عقلك عزيزي وانتبه، وإذا أعجبك الفيديو واستفدت منه فضع لنا لايك وشير الحلقة لأهميتها وشارك معنا في القناة وكن عنصرا معنا في القناة، وشكرا.